اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كتير يا جماعه واستغفروا كتير، والا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يجعل ايامنا كلها فرح وسعاده وهنا. ويا ربنا يتقبل منا صالح الأعمال، وربنا يتقبل دعانا في الأيام المفترجة ديت، وكل سنة وأنتم طيبين. دلوقتي أنا عجنت الفطير ورا، هو طبعا كلكم عارفين عجنت الفطير بقى، عملنا مع بعض أكتر من مرة. فكان مطلوب مني في 3 فطيرات حجم كبير و2 حجم وسط، فعجنتهم ورا اهوت وقطعتهم وسبتهم يرتاحوا. دول بقى ايه، 3 كيلو قراص طرية. قراص طرية دول 3 كيلو دقيق، حطيت عليهم كيلو ونص لبن رايب، فانيليا، سكر، لبن بودرة، خميرة، بيكنج باودر، ملح، سمسم، ريحة موز، ريحة سمنة بلدي. والكيلو عليه كوباية سمنة، يبقى الكيلو عليه كوباية سمنة، أو سمنة على زيت، أو سمنة على زبدة، أو زبدة على زيت، المتوفر عندك. هقول المقادير التاني بتاع الكيلو: كيلو دقيق، كوبايتين لبن رايب، واحدة فانيليا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 3 معالق سكر، رشة ملح، معلقة خميرة كبيرة. تمام كده. حطيت بقى كلهم كده، قلبتهم في الطبق البلاستيك اهوت زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى بالسمنة الأول. أدا كوباية، أدا 2، 3 باللي هما في قلب الكوباية، باللي في قلب العلب، 3 كوبايات. أنا عاملاهم ميكس ما بين الزبدة الجاموس والزبدة والسمنة النباتي. هبست العجين زي ما انتوا شايفينه بالدقيق كده اهوت. ربنا يجعل اي حد ياخد من ايده حاجة او ياكل من ايده حاجة، ربنا يجعلها بص زي الحلاوة ببقه كده، واللي ياخد منها حاجة يرجع ياخد مني تاني. انا والله العظيم يا جماعه ربنا يعلم انا بكلف على حاجه ازاي وبطلعها حاجه نضيفه ازاي، عشان الزبون ياخد منها ويرجع لي تاني، يبقى الناس واخده مني الحاجه ثقه، عارفين ان الحاجه بتطلع من المكان ديت حاجه نضيفه. يعني ياخد الحاجه يدوقها يطلب مني تاني، مش ياخد الحاجه والحاجه غاليه والفلوس يعني مش بتجيش بالساهل. ويعني ما يندمش عن ان هو دفع فلوس ليا، او ان هو ثق فيا وطلب مني الحاجات دي. اهو دوت لبن رايب كده، انا كنت مريباه اهو. وبعد ما بسيت بقى دي بالسمنة، بحط اللبن رايب حبة حبة وانزل بيه، حبة حبة وانزل بيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. واقلب بقى وهعمل اهو. قمت كده بقى اتعدلت عشان اعرف اعجن اهوت. هعجنها بقى واظبطها كده اهو. لت واعجني بقى، افتكر المرار اللي في حياتك كله بصي واللي انت بتمر بيه، واعجني بقى ولت ولت واعجني. هفصل بقى لما اخلص وارجع لكم تاني. كده اتعجنت معايا وبقى تشوفوا ملبنه اهي. وريحتها يا جماعة قسما بالله من قبل ما تتعجن، من قبل ما تتخبز، وهي ريحتها زي الفل اهو. هحطها بقى جنب اخواتهم ترتاح اهي. ده عجين الفطير اهوت، بقولكوا كنت عجنيه يرتاح ما شاء الله. هو إيه اللي جاب الصورة دي؟ او ما علينا يلا. ديت القرص بعد ما خلص اهو. هنا بقى جيت القرص، شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عامله ازاي. هبدأ بقى اقطع القرصة، يعني قد ايه هقولك، قد الليمونيه الكبيره كده. ليمونية كبيرة او اكبر من الليمونية بشوية، عشان القرصة بتاعتك تطلع مدورة وحلوة زي اللي بتجيبها من المخبز. بس ايش تيجي دي جنب المخبز اصلا يعني، ده كله فلاح. بصوا يا جماعة، عايزين نعرف ان ربنا مدي لكل واحد حقه، كل واحد واخد حقه 24 قيراط. ما تبصيش لديت وتقولي أصل ديت عندها وانا ما عنديش، ممكن تكون ديت عندها اللي مش عندك، وانت عندك اللي مش عندها. مش لازم يكون حياتنا كلها كاملة والله. واحنا بصوا، نعم الله لا تعد ولا تحصوا. ما تبصش للي في ايد غيرك، وربنا هيرزقك وهيرضيك. دايما اللي ربنا يديهولك قول عليه الحمد لله، ارضى باللي ربنا يكتبهولك. يعني اللي ربنا بيديهولك الحمد. بص يعني الغنى في الرضا والنفس، الغنى مش في الفلوس. كل طول ما انت بترضى وبتحمد ربنا على اللي بيجيلك ربنا هيزيد. ربنا قال من حمد وزاد،
يعني طول ما انت بتحمدي ربنا على اللي بيجيلك، وطول ما انت بتحمدي ربنا وبتستغفري كتير وبتصلي على النبي كتير، يعني هو دوت اللي هيخلي ربنا يرضى عنك كمان ويزيدك كمان. ما تبصيش في حياة حد، ما تعلميش ايه اللي في حياته. هنا بقى كنت خلصت الكمية اهوت زي ما انتوا شايفين، عملتها كلها، بططتها وخبزتها هي. ديت الكمية طلعت من 3 كيلو دقيق، وكان في صينية تانية كمان. اهو هنبدأ بقى فرد في الفطير هنا. ديت بقى قشطة على زبدة جاموس على زبدة بقر. اهو جبت بقى كرسي اقعد عليه، والله ويا ريتني ما قعدت، ظهري اتقطم الحمد لله. زي ما انتوا شايفين بقى العجينة معايا لينة والعجينة معايا حلوة. اهو نرجع نكمل كلامنا بقى، بن واحنا بنفرد الفطير. دايما قولي الحمد لله. بصي، انت في ضيق مش عارفه تخرجي منه، انت في كرب مش عارفه تخرجي منه، انت عايزه حاجه من ربنا تتحقق. والله العظيم يا جماعه، فعلا عن اقسم بالله، عن تجربه وعن ثقه، والله عن تجربه وعن ثقه. اي حاجه في حياتك عايزاها تتحقق، قربي من ربنا. قربي من ربنا واستغفري كتير وصلي على النبي كتير. طول ما انت واقفه خلي بقك، طول ما انت بتشتغلي قاعده خلي بقك مليان بذكر الله. مش قالك الا بذكر الله تطمئن القلوب. صلي على النبي كتير، استغفري كتير، صلي كتير، ادعي ربنا كتير. احنا في ايام مفترجه، المفروض ان الدعوه فيها ما بتردش اصلا، وربنا بيتقبل اي دعوه. ادعي كتير، ادعي لاولادك بالهدايه، ادعي ربنا يهدي لك جوزك، ادعي ربنا يصلح حالك، ادعي ربنا يرزقك، ادعي ربنا يسترك، ادعي ربنا يديك الصحه لحد ما تشوفي ولادك. ادعي ربنا كتير. والله العظيم يا جماعه، كل ما بتقربوا من ربنا، شوفوا لما بتطلبوا حاجه وتلاقيها بتتحقق، ياه قد ايه بيكون الواحد مبسوط، وقد ايه بيكون الواحد فرحان ان هو بينه وبين ربنا عمور. والله العظيم يا جماعه، انا كنت مره، والله ما بكذب، انا كنت مره فعلا في ضيق، وقعدت مش استغفر عشان ان انا عايزه فلوس، او استغفر ان انا ما معيش فلوس، لا استغفرت عشان عايزه الهم اللي انا فيه ينزاح. استغفرت وقعدت اصلي على النبي كتير. فعلا تفرق لما تكوني انت طالبه حاجه او نفسك في حاجه، ومجرد انك تصلي على النبي او تستغفري كتير وتذكري ربنا كتير، الحاجه ديت بتتحقق. انت ذات نفسك هتحس بفرحه تانية خالص، ان انت طلبت حاجه من ربنا وربنا حققها لك. ربنا يحقق امانيه وامانيكم يا رب ان شاء الله، ويرزقنا السعاده وراحه البال والستر والرضا وكل حاجه، وربنا يهدي اولادنا ويصلح حالهم، وربنا يوفق طلاب الثانويه العامه يا رب، ويكبر بخاطرهم ويكبر خاطر اهاليهم فيهم يا رب، وما يضيعش تعب اي حد على الارض. يا رب ينجحهم كلهم ويجيبوا درجات احلى درجات ويطلعوا الاوائل كلهم يا رب. ربنا ما يكسرش بخاطر حد ولا يضيع تعبهم على الارض. اللهم امين. اهو انا هنا نسيت بقى، ونسيت احط الفطيره في قلب اه شفتم. ايوه، ارجعي يا مسطوله ارجعي. اه ديت بقى فطيره صغيره، هركنها في جنب كده اهيت. هبدأ بعمل في الفطيره اللي هي كيلو دقيق. لا اله الا الله. اه شفت القشطه بتنزل من البتاع اهي، زي ما انتوا شايفين بقى افردي كده. اه الشغل ده مزاج يا جماعه، اهم من الشغل ضبط الشغل. لو اتقطعت منك مش مشكله، كل ده بيتدرج جوه. اهم حاجه بس ايه؟ الوسطانيه. كل ده بيتحط جوه كده فما بيبانش، اهم حاجه بس الركعه على الوسطانيه ما تتقطعش. زي ما انتوا شايفين كده اهوت، واطبق كده واركنها على جنب. شفتوا عامله بالونه ازاي؟ ده بتخليش العجينه مكتومه كده، هويها بحيث ان هي تبقى متهويه معاكي. اه فرده من بره لجوه ومن جوه لبره كده. لا اله الا الله. دفتر العساسيه اللي بيخلي ايه العجوزه صبيه والمعلوله عافيه. اه زي ما انتوا شايفين كده اهوت.
غلطان وفايته كتير اللي ما جربش الفطير ده. الفطير احجامه ايه؟ في فطيره كيلو، في فطيره كيلو الا ربع، في فطيره نص كيلو. زي ما انتوا شايفين كده اهو، شفتوا الهوا اللي في الفطيره. هحط بقى زبده، وحط زبده ورق ورق العجين، وتطبقي دوت على دوت. حط الزبده بقى وقشطه واهو لكفتي. شفتوا؟ شفتوا الهوا اللي في العجينه؟ عماله اطبل على بصبعي اهو. ده يبينلك ان العجينه مهويه من جوه مش مكتوم، تخليها تقب معاكي في الفرن وتبقى مورقه وحلو. ديت اخر واحده بقى، وهبدا اكمل انا الكميه مع نفسي بقى. شفت القبابه اللي طالعه ديت؟ ده يوريلك ان العجين مهوي من جوه، يطلع قابب معاكي ومورق من جوه مش مكتوم. هعمل بقى التانية كده اهو. هبدا بقى احطها على الصينيه اهي، عماله اطبل عليها بصوابعي اهو. هنا بقى خلصت الكميه اهيت، 3 فطيرات كبار واتنين صغيرين. شفتوا الفطير في الفرن عامل ازاي يا جماعه؟ السميه، السميه اه، السمنه بتنز منه. شفتوا؟ اه، بيغلي غليان في قلب السمنه والزبده كده اه. شفتوا؟ ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه عظمه. دي بقى القرص الطريه اهيت اهي، شوية قرص عسل اهو. شفتوا؟ اه. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد، يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة. مع السلامة.